شوف يا عم لما اقول لك بقى ما تتعبنيش وتتعب قلبي. طمني يا مستر، النتيجة طلعت ولا لسه؟ ايوه يا مستر طمنا بس، النتيجة طلعت ولا لا، ونجحنا وجبنا درجات حلوة ولا لا، ولا سقطنا ولا ايه في يومنا الأخضر ده؟ ما تصبر يالا منك ليه له يالا؟ انت مستعجل على ايه؟ هشوف لكم النتيجة دلوقتي. هو انتوا محسسيني بتذاكر يا رحومك انت وهو؟ ده انتوا بتفتحوش الكتاب طول السنة، ماسكينها ومقضينها لعب في الشارع، ماسكين الكورة على طول وبتلعبوا، وماسكين اصحابكم وبتلعبوا، ومنفضين ولا حاطين في دماغكم المذاكرة ولا اي حاجة خالص. كل همكم جايين تدوروا على الشهادة بس. يا اخي ليه انت وهو اتنيل على عينك؟ ما بتفتحوش كتاب ولا بتكتبوا واجب اصلا. طول الفصل بشوفكم قاعدين كده وترخموا على عيال وبس، من غير قراية وكتابة، ولا بتحطوا في دماغكم تتعلموا ولا حاجة. مش عارفة اهاليكم دول سايبينكم ازاي يعني كده؟ مش المفروض تتعلموا وتقروا وتذاكروا؟ ولا اكيد تعبين اهلكم بس هم مش عايزين يقولوا؟ شكلك كده يا ولا انت وهو متعب. اكيد ساقط يا فالح انت وهو. تفكرين نفسكم تنجحوا يا ولا انت وهو ولا لا من غير مذاكرة؟ اكيد ساقطين طبعا. ايوه يا مستر طمنا نجحنا ولا لا؟ ايوه يا مستر طمنا نجحنا ولا لا، عشان نروح نفرح ماما وبابا، عشان هما قلقانين اوي عايزين يعرفوا النتيجة، عشان يعرفوا اللي احنا بنذاكر ولا لا وبنعمل مجهود. تصبر يا عم، مستعجل على ايه؟ دينا اهو بشوف لكم على الكمبيوتر النتيجة ولا لا ظهرت، واشوف لكم نجحت ولا لا. انت شكلكم ساقطين يا ولا انت وهو. لا لا والنبي يا مستر ما تقولش كده، ان شاء الله احنا ناجحين. ايوه يا مستر ربنا يبارك لك احنا ناجحين، ما تقولناش الكلام ده عشان ما نزعلش بقى. صدق يالا يا ابن المحظوظة انت وهو نجحتوا وجايبين مجموع كويس يالا انت وهو. بجد فرحتنا والله يا مستر، عشان تعرف بس اللي احنا بنذاكر ولا لا. يا مستر احنا بنذاكر وبنعمل مجهود جامد وبنسهر الليل كله نذاكر، مش عارفين نقول لك ايه يا مستر، فرحتنا. صدق يالا انت وهو شكلكم بتذاكروا وما بتلعبوش زي العيال الفاشلة. شكرين يا مستر، السلام عليكم يا مستر. وعليكم السلام يا ابني يا حبيبي انت وهو، مع السلامة. ربنا يجعلكم ناجحين دايما كده وتاخدوا شهادة التخرج. رزق عن بقك ربنا يا مستر، وناخد شهادة النجاح بتاعت الخروج ان شاء الله يا مستر. تصدق يا ولا لو كنت خايف اوي انا اكون سقطت، دي كانت ماما تمسكني تديني علقة في التمام في البيت، ولا بابا ما اقولكش طبعه وحش قوي، ممكن يمسكني يحبسني جوه الأوضة ويبني عني المصروف طول العمر، يخليني من غير أكل وشرب، وأنا بحب الأكل أوي وبحب المصاريف مقدرش أستغنى عنهم. طبعا يا ولا أنا كنت خايف أوي أنا وكل ما نجحتش أنا برضه. متعرفش بابا طبعه سخن أوي في البيت ولا ماما، يا خراج دي ممكن تحبسني في أوضة الفيران يلا أنا معرفش، ولا ممكن ترميني في الشارع هي وبابا ويمنعوا عني المصروف الأكل والشرب ويخليني مخشش البيت، تبقى واقعة سودا. اخواتي البنات يبقوا انتصروا عليا ويقولوا لي احنا نجحنا وانت ما نجحتش يا خايب، يا اللي مش فالح خالص، انت اخرك الشارع. وانت تخلي ليه فالح اخواتك البنات ينتصروا عليك؟ ما انت تخليك نفسك انت احسن منهم في المذاكرة وفي التعليم وفي الشهادة في كل حاجة، هتنفع نفسك يالا. هو انت مفكر الشهادة دي يالا مش هتنفعك؟ صدق يا صاحبي عندك حق. اه والله يا صاحبي عندك حق بجد، احنا نخليهم ليه احسن مننا البنات؟ ما احنا نخلي نفسنا احسن منهم ونتعلم